وصفت لي الشرطة الإسرائيلية بأني أخطر رجل في الشرق الأوسط. لفيت ورايا ولقيت واحد واقف هناك وجه ناحيتي وقال لي: أنت عدو الله. طلع مسدس وضرب 4 رصاصات في نص جسمي من مسافة قريبة جدا. الحاخام يهودا جليك هو حاخام إسرائيلي من أصل أمريكي، وعضو سابق في الكنيست عن حزب الليكود، وناشط في جبل الهيكل. هو دلوقتي بيرأس مؤسسة شالوم جيروزالم. أهلا بيك في استوديو جينس تي في يا يهودا. شالوم يا ستيف، ولسه عرفت إن اسمك شالوم. يبقى شالوم. شكرا جزيلا ليك. للأسف مراتك هداس اللي كان المفروض تيجي معانا ما قدرتش تيجي النهاردة، بس هنعمل معاها مقابلة في وقت تاني. احكي لنا شوية عن نفسك وعن مؤسستك. تمام، زي ما قلت أنا يهودا جليك. أنا هاجرت إلى إسرائيل سنة 1974 وبحتفل الأسبوع ده بمرور 52 سنة في إسرائيل. وجيت هنا وأنا طفل، جيت مع أهلي. والدي أسس كلية الطب في بئر السبع، والنهاردة أنا عايش في القدس مع مراتي حداس، وأولادنا كبروا. حداس هي مراتي. اتجوزنا من 7 سنين و4 شهور و29 يوم بس مين بيعد؟ إحنا الاتنين أرملة وأرمل. ولو كلمت حداس هتسمع عن عمي تسحاب، المنظمة الإسرائيلية للأرامل الشابات والأيتام. لكن أنا في أقدر أقول آخر 20 سنة فعلا بقيت شهرتي جات من نشاطي على جبل الهيكل، اللي أنا في الحقيقة مش بسميه جبل الهيكل، أنا بسميه صهيون عشان ده الاسم اللي بيتسمى بيه في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس في أورشليم اللي اتذكرت في الكتاب المقدس العبري 669 مرة، لكن صهيون جبل قدسه أتذكر 154 مرة. اسمها جبل قدسه، جبل هاشم، جبل بيت هاشم. وده مهمتنا كشعب يهودي، الجبل. وإنت كنت مرتبط جدا بهار هابايت زي ما بنسميه بالعبرية، وده بديل تاني. أيوة، بس في الحقيقة ظهور هار هابايت في الكتاب المقدس في التناخ بيظهر في سفر ميخا لما بيكون بيوصف هار هابيت جبل البيت من غير ذكر اسم هاشم، وده معناه انه بيتكلم عن وقت خراب. في الحقيقة احنا دلوقتي في الوقت اللي بنحيي فيه ذكرى وبنحزن على خراب الهيكل. وهار هابت اتقال عليه هناك انه كان زمان جبل بيت هاشم، ودلوقتي بقى جبل البيت بس، وده معناه ان هاشم سحب حضوره الالهي من المكان ده، فاحنا بنفضل نسميه صهيون. وإنتي نشرتي كتير عن الموضوع ده على السوشيال ميديا حتى قريب، وبتزور المكان هناك طول الوقت. إيه رؤيتك للصهيون يهودا جليك؟ طيب خلينا نوضح الأول إن كلمة صهيون جاية من الكلمة العبرية تسيون، ودي اسم، لكن الفعل هو لتساين، يعني يشاور أو يحدد. هاشم اختار صهيون زي ما مكتوب في مزمور 132، هو اختار صهيون لعرشه. وفي الحقيقة شعب إسرائيل اتختار لما ربنا اختار إبراهيم وقال له أنا هديك الأرض، أنا هكبر اسمك، أنا هبارك اللي يباركك. وكل الناس عارفة الاقتباس من سفر التكوين الإصحاح 12، بس هو بيقول إن الهدف من ده إنك تكون مصدر بركة لكل عائلات الأرض. وفين ده هيحصل؟ وكأنها مقارنة مع برج بابل اللي كان المفروض يكون بيت يخلي اسمهم عظيم. الجبل أو البرج أو البيت الهيكل اللي على جبل الهيكل في صهيون المفروض يكون مكان نمجد فيه اسمه، وعشان كده الرب اختاره. وده فعلا مثير للاهتمام. ايه موضوع رجوع الشعب اليهودي؟ في القرن التاسع عشر كان اسمها الحركة الصهيونية، ودي كانت نوع من الحركة الوطنية للشعب اليهودي. الرجوع للوطن إلى إسرائيل هو في الحقيقة المفروض يكون كده. حسب نبوءات إشعياء وزكريا وميخا المفروض يكون في رجوع للعالم كله لإله واحد في المكان اللي هو اختاره، بيت الصلاة لكل الأمم، مكان كل الناس هتيجي ليه وتقول إحنا عايزين نسمع كلمة الرب.
لأن من صهيون هتخرج التوراة وكلمة الرب من أورشليم. وانت فعلا كرست نفسك للقضية دي ونجيت حتى من محاولة اغتيال بسبب موقفك المبدئي والقوي، ورجعتي تاني وانت معانا النهاردة. يعني ده فعلا شيء معجزي. بتجيب قوتك منين؟ خليني أبدأ أول حاجة بالموضوع نفسه وبعدين أرجع لنفسي. لأن اللي حصل هو إن لسنين كتير كنا بنشتاق نرجع للصهيون، وبعدين حصل، أقدر أقول، مصادفة تاريخية. سنة 1967 كنا تحت تهديد. الناس كانوا فاكرين إن دولة إسرائيل هتنتهي بعد 19 سنة من تأسيس أول دولة يهودية بعد 2000 سنة. كنا محاطين ب200 مليون مسلم كانوا مصممين يمحونا من على وجه الأرض. كنا بس 2 مليون نسمة وما كانش عندنا فرصة نعيش. وزير خارجيتنا آبا إيبان كان بيتوسل للعالم يساعدنا علشان ننجو، وكان عنده خطط تانية. في 6 أيام قدرنا نغلب عدائنا على كل حدودنا، ومن غير أي توقعات ومن غير أي استعداد لقينا نفسنا على صهيون، على جبل الهيكل. جبل الهيكل في إيدينا، بس لأن مفيش أقوى من واحد متعود يعمل حاجة. أصرينا نفضل في المكان الغلط عند حائط البراق. حائط البراق اللي بعض الناس بيسموه وبعض الناس بيعتبروه الأثر الوحيد أو الأقدم للهيكل. والجملة دي صحيحة 100%، ما عدا 4 حاجات. هو مش بقايا ومش الوحيد ومش الأقدم ومش من الهيكل. هو جزء صغير من الحيطة الغربية للجبل اللي بتحيط بالجبل. والجبل لسه فيه ال4 حيطان موجودين لحد النهاردة، الشمال والغرب والجنوب والشرق. وساحة الحائط الغربي كانت ساحة صغيرة جدا، وبدل ما يشجعوا الناس يطلعوا للمكان اللي المفروض نروح له واللي احنا بنشتاق له من زمان، ودونا لساحة الحائط الغربي. وساحة الحيطة الغربية وقتها كانت حي عربي، ونظفوها وطوروها وبقت ساحة الحيطة الغربية. وقالوا فعلا للكل: يا جماعة، هنا هو المكان اللي حنروحه، حائط المبكى. بس ده مش المكان اللي كنا بنشتاق له، احنا كنا بنشتاق لصهيون، المكان اللي اختار فيه ربنا إنه يحط حضوره الإلهي، مكان أكبر من ساحة حائط المبكى ب30 مرة، الجبل. بس احنا صرينا نفضل في المكان اللي تعودنا عليه. واللي حصل إن المسلمين اللي فوق افتكروا إننا تنازلنا عن أحلامنا اللي بقالها 2000 سنة، وكانوا متأكدين إنه المكان ده ملكهم لوحدهم. بس الفكرة كلها من رجوع الشعب اليهودي للأرض هي إعلان ملكوت ربنا على العالم كله، والجبل يبقى بيت صلاة لكل الأمم. والدعوة دي اتهمشت سنين كتير. أنا عايز أرجع لك تاني لأني عايز أعرف مصدر أفكارك. دلوقتي أقول لك فين. طيب دلوقتي قصتي بدأت منين؟ أنا بقالي 40 سنة بروح جبل الهيكل. بس في البداية كنت بروح هناك كل كم شهر مرة، وبدأت أطلع هناك من 20 سنة، وكان في تغيير كبير في حياتي. وده حصل فعلا في 2005. كنت موظف حكومي في الحكومة الإسرائيلية، وكنت مدير المنطقة الجنوبية في وزارة الاستيعاب. ورئيس الوزراء شارون جه بخطته لفك الارتباط عن غزة. كنت مسؤول عن كل جنوب إسرائيل من ناحية الهجرة. ورحت للحكومة وقلت لهم: أنا مش هقدر أكمل في الحكومة دي اللي بتعرض سكان الجنوب للخطر. وقدمت استقالتي، وكنت أعلى موظف مدني استقال من الحكومة بسبب فك الارتباط. وبعدين اتعرض علي شغل كمدير لمعهد الهيكل، وبعد كده اتضح الموضوع. كنت بدأت أشتغل في المدينة القديمة في القدس بشكل يومي، فبدأت أطلع لجبل الهيكل كل يوم. واللي انكشف قدام عيني كان وضع حزين جدا. مش بس كان المكان فاضي تماما ومهمل، يمكن كان في أقل من 1000 يهودي في السنة كلها، بس المكان كان مليان مسلمين، وأي يهودي كان بيطلع هناك كان بيتعرض لهجوم.
يلا امشوا بعيد، وكانوا بيزقونا وبيطردونا. وكانوا بيرموا عليا حاجات، جزم وكراسي وطماطم وكل اللي تتخيله. وقررت إن ده ما ينفعش يكمل كده. المكان ده اللي اشتقت له أجيال كتير، مئات من أجيال اليهود، ما ينفعش يفضل مهمل كده. وفي الوقت ده سنة 2009 أسست مؤسسة تراث جبل الهيكل. كان في حاجة اسمها مؤسسة تراث حائط البراق، بس ما فيش تراث لحائط البراق. حائط البراق ده حاجة جديدة. جبل الهيكل كان له مؤسسة تراث، وبعدين أنا أسست مؤسسة تراث جبل الهيكل، وكنت ألف من مدينة لمدينة ومن مدرسة لمدرسة ومن كنيس لكنيس. يا جماعة، زي ما قلت، يا جماعة تعالوا للجبل. الشرطة في إسرائيل ما كانتش بتحب ده قوي، لأنهم متعودين إن اليهود ما بيجوش هنا. لدرجة إنه في 2010 الشرطة الإسرائيلية أعلنت عني كأخطر رجل في الشرق الأوسط. تقدر تدور وتبحث عنها لحد النهاردة في جوجل، دور على أخطر رجل في الشرق الأوسط. أنا الوحيد اللي اتقال عنه رسميا من الشرطة الإسرائيلية إنه أخطر رجل في الشرق الأوسط. ليه لا؟ مش لأني عملت حاجة غير قانونية، لكن لأني كنت بقنع الناس يجوا للجبل. كنت بجيب مجموعات أكتر وأكتر وأكتر وأكتر، والحمد لله الأعداد كانت بتزيد وبتزيد وبتزيد. والشرطة ما كانتش بتحب ده، وكمان كتير من المسلمين المتشددين ما كانوش بيحبوا ده، لأنهم كانوا فاكرين إننا جايين نطردهم، والحقيقة إن ده مش صحيح. إحنا هنا علشان المكان ده يكون مكان للجميع. ربنا هو ربنا كلنا. وأنا ما كنتش بشجع اليهود بس يطلعوا الجبل، أنا كنت بشجع المسلمين والمسيحيين وكل المؤمنين، كل اللي بيؤمنوا بإله واحد. بس كان في مشكلة واحدة. المشكلة كانت إن بما إن أغلب اليهود بيروحوا لحائط المبكى، الشرطة ما كانتش بتسمح لليهود يعملوا أي حاجة فوق الجبل. أنا اتقبض عليا كذا مرة عشان كنت بحرك شفايفي أو بهز جسمي، لأنهم قالوا لنا ده خطر، ده هيستفز المسلمين، وهم هيعملوا كده. وبعدين وببطء لاحظت إن المسلمين ما كانوش بيحبوا فكرة إننا كنا بنوصل لنقطة معينة. في سنة 2014 زي ما ذكرت أنا نظمت حدث كبير تكريما لجبل الهيكل في اليوم اللي صعد فيه مايموندس في القرن 11. جبل الهيكل في مركز باجن في مركز ميغان. أيوة، إسرائيل راجعة للجبل، ده كان اسم الحدث. كان في حتى حاخامات هناك ومسيحيين هناك ومسلمين هناك ومن كل الاتجاهات. العنوان كان ببساطة: إسرائيل راجعة لجبل الهيكل. كان عندنا أعضاء من الكنيست، ودي كانت أول مرة نقف فيها علنا ونقول يا جماعة تعالوا للجبل. في نهاية الحدث فعلا اتعمل معايا لقاء من صديق ليا من غرفة أخبار إسرائيل الوطنية، أروتس شيفا، جيلي وقال لي اسمع، ده حدث رائع جدا، يا ريت كل الناس في العالم يعرفوا عنه. وفعلا بعد شوية دقايق لما كل الناس خرجوا أنا كمان خرجت. ومراتي كانت مستنياني في العربية، وكنت شايل كل الحاجات المفيدة دي، وحطيت الحاجات في شنطة العربية ولفيت، ولقيت واحد واقف هناك على الموتوسيكل بتاعه، وجه ناحيتي وقال لي أنت عدو للأقصى. طلع مسدس ووجهه علي من مسافة قريبة جدا حرفيا، وضرب 4 رصاصات في نص جسمي. 4 رصاصات في نص جسمي. كنت مصاب إصابة خطيرة. مراتي كانت على التليفون، صرخت على التليفون وقالت هداس اتصلي بالإسعاف، لسه ضربوا يهودا بالنار. كان معايا 2، ماريا وشيران. في هجوم إرهابي، والراجل ده هرب بالموتوسيكل بتاعه. أنا ترنحت كام متر وقعت على الأرض. اتنقلت فورا للمستشفى. الإسعاف جه وخدني ووداني على مستشفى شعاري تسيدك. النظام الطبي الإسرائيلي أنقذ حياتي. 10 عمليات جراحية وكثير من الدعوات. ملايين الناس حوالين العالم، يهود وغير يهود، كانوا بيدعوا لي، والحمد لله أنا عايش. بس كنت عارف إننا ما ينفعش نسمح للإرهاب إنه يحقق انتصار، وما ينفعش نسمح بوضع يكون فيه الإسلام المتطرف زي اللي في غزة في نص القدس. وعشان كده بعد 1.5 شهر في المستشفى و3 شهور في التأهيل رجعت للجبل، وبدأت أنادي ناس أكتر وأكتر يطلعوا للجبل.
وناس أكتر فعلا جم للجبل. لما بدأت أطلع الجبل في الثمانينات كان عندنا 100 يهودي بس اللي طلعوا في سنة، ودلوقتي عندنا 70,000. بس ده ما كانش مجرد تغيير في الأرقام. في الأول لما كنا بنطلع الجبل ده كانوا بيعتبرونا ناس غريبة، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ دلوقتي بقى ده الطبيعي، يهود وغير يهود. مش بس كده، ما كانش مسموح لنا حتى نحرك شفايفنا. احنا عملنا تغيير في 2016 لما كنت عضو في الكنيست. غيرنا القانون وجرمنا كل المنظمات الإسلامية اللي كانت بتاخد فلوس عشان تضايق اليهود اللي بيطلعوا الجبل. كانوا بيتسموا المرابطين والمرابطات. وغيرنا كمان في أسلوب تعامل الشرطة. لو كنا بنروح في الوقت ده كانوا بيقولوا اني اخطر واحد. انت جاي هنا ليه؟ ليه جيت تاني؟ دلوقتي لما بنروح بيقولوا اهلا وسهلا هاليلويا. ومش بس كده، في السنين الأخيرة بقى في صلاة يومية في جبل الهيكل، وهناء في جبل الهيكل، وسجود في جبل الهيكل. وللأسف لسه مش مسموح لنا نحمل نسخا من الكتاب المقدس على جبل الهيكل، ولسه مش مسموح لنا نلبس الطليط أو أي حاجات طقسية يهودية. بس حصل تغيير كبير، الناس بتيجي، المكان بقى مكان للزيارة، ودلوقتي محتاجين ناس أكتر وأكتر تيجي. ومش اليهود بس، احنا محتاجين العالم المسيحي يفهم ما ينفعش تيجي إسرائيل وتزور كل الأماكن وتمشي على خطى الكتاب المقدس وتفوت أقدس مكان في العالم، تفوت الجبل، جبل صهيون. أنا دي دعوة، وعشان كده وفي الطريق أخدت كورس مرشد سياحي رسمي. أنا مرشد سياحي معتمد. أنا باخد مجموعات للجبل، أي حد عايز يطلع للجبل إحنا بنطلعهم للجبل، وأخدنا قساوسة مسيحيين، وأخدنا حاخامات، وبناخد مجموعات للجبل. لازم نثبت إننا جزء من المنظر الطبيعي على الجبل. ومع بعض الموضوع مش معقول. في الأول كانوا بيحذرونا، اسمع، اليهود اللي بيطلعوا للجبل بيعرضوا السلام في الشرق الأوسط للخطر. كل ما يطلع يهود أكتر وأكتر للجبل المكان بيبقى أهدى، المكان بيبقى بيتعودوا على ناس تانية كجزء من المنظر الطبيعي. وهدفنا لو سألتني النهاردة، لو كانت الحركة الصهيونية الوطنية هي إنها تجيب اليهود لإسرائيل، الحركة الصهيونية العالمية اللي بتقودها المنظمة اللي أنا بديرها النهاردة، مؤسسة شالوم جيروزالم، هدف مؤسسة شالوم جيروزالم هو إنها تجيب ناس أكتر وأكتر للجبل. فالمفروض الجبل يكون بيت صلاة لكل الأمم. ولما أقول جبل بيت صلاة لكل الأمم، ده مش معناه إن كل الأمم يتحولوا اليهود. ده معناه إن الرب خلقنا كل البشر بشكل مختلف بتنوع، وهو عايزنا نكون مختلفين. وجمال البشرية هو إن الرب خلقنا كلنا مختلفين، لكنه عايزنا كلنا نعبده. أنا دايما بقول إنها زي الأوركسترا، لما تروح حفلة موسيقية مش زي ماتش كورة وتقول أنا عايز فريقي يكسب، يلا يا فريقي يا فريقي. أنت مش عايز البق هو اللي يكسب. لما تروح حفلة موسيقية الجمال في التناغم، في التناغم، لأن الكمان عمره ما حيبقى تشلو، والطبل عمره ما حيبقى بيانو. كل الجمال في الاختلاف، الاختلاف المختلف، التنوع في الصلاة للرب. طالما كلنا بنعلن إنه هو ملك الكون، لأن ده زي ما أشعياء بيقول هيحصل موقف كل الأمم مش هترفع سيف على الأمم التانية، وهنحول سيوفنا لمحاريس. إزاي ده هيحصل؟ لأن الحروب بتحصل لما نوصل لموقف إنه الأمم بتهدد بعض، وكل واحدة خايفة من التانية وبتتنافس معاها. بس لو كلنا بنعبد إله واحد، وكلنا هنا علشان نمجد اسمه، مفيش سبب يخلي فيه حروب في العالم. كلنا مع بعض، كلنا جزء من صورة كبيرة واحدة، وده هو السر. وعشان كده دي مهمتكم مش مهمتنا، مهمتك. وأي حد بيتفرج علينا دلوقتي، تعالوا لإسرائيل، تعالوا للقدس، تعالوا للجبل، هاتوا مجموعاتكم للجبل، هاتوا كنيستكم للجبل، هاتوا معبدكم للجبل، هاتوا مدارسكم للجبل. احنا نقدر نصلي هناك النهاردة، نقدر نسجد هناك النهاردة، نقدر نيجي ونعبر عن حبنا للرب، ونقدر نكون جزء من العصر التاريخي ده في تحويل الجبل لبيت للصلاة لكل الأمم، وجلب السلام الحقيقي للعالم. وسؤال أخير لو تسمح لي،
إحنا الشعب اليهودي مرينا بنصيبنا من الانتصارات والمآسي. وإنت كمان شخصياً. بعد 7 أكتوبر بقى أكتر من 1000 يوم دلوقتي. لسه عندك تفاؤل بالمستقبل؟ شايف المستقبل إزاي للشعب اليهودي والإسرائيل؟ ودائما بقول إني بشتري نظارتي من عند دكتور العيون مش من المتشائم. أنا متأكد، وأقصد تاريخنا أثبت ده. أنت ذكرت 7 أكتوبر، الحرب اللي أنا بسميها حرب فك الارتباط، حرب سمحات وراه، الحرب اللي يوم الفرح فيها تحول ليوم غضب، يوم غضب من عند هاشم. بس أعدائنا سموها بلات، يعني طوفان. كانوا عايزين طوفان من الدم، كانوا عايزين يدمروا دولة إسرائيل. الحمد لله بعد حوالي 3 سنين بنشوف بمعجزة الانتصارات اللي حققناها والمعجزات اللي شفناها بعينين. بنشوف إننا نقدر نحول ده لطوفان من الصلاة، وطوفان من الأمل، وطوفان من الحب، وطوفان من النور على العالم. وأنا متأكد زي ما قال رئيس أركان الجيش بتاعنا في حرب 60، جبل الهيكل بقى في إيدينا. ده في إيدينا، إحنا اللي هنقرر. هل جبل الهيكل هيكون مصدر للحرب والكراهية والاحتكاك والتحريض والمضايقات؟ ولا هيكون مكان للفرح والتعاون والشراكة والصلاة والقداسة والسلام؟ اسم ربنا السلام. عارف بالإنجليزي بنقول peace، بالعبرية بنقول شالوم. شالوم معناها كامل مش جزء صغير، هي التناغم. وعلى فكرة بالعبرية بنقول إيه على التناغم؟ هارمونيا، قصر الله. قصر الله هو التناغم. وأنا متأكد زي ما كل وعود الأنبياء أتحققت. اتحققت، الوعد ده كمان هيتحقق. أنا أقدر أتوقع أي حاجة إلا المستقبل. دايما بقول إني بدير منظمة غير ربحية، مش نبي، بس أقدر أقتبس النبوات، وأقدر أقتبس من زكريا اللي بيقول إن جزء من الفداء هو الأطفال اللي بيلعبوا في الشوارع. ومش ممكن نتجاهل اللي بنشوفه النهاردة أي حد يجي القدس هيشوف إن القدس بتتبني دلوقتي زي عمرها ما اتبنت قبل كده في التاريخ. واحد في الكنيسة امبارح قال لي عارف إيه؟ أوقات بقعد في زحمة مرور في القدس وبقول أنا هقوم أخرج من العربية بتاعتي وهتنطط من ونش لونش 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 لحد ما أوصل البيت. لأنك لما تبص لفوق في سما القدس هتلاقيها مليانة أوناش بتبني. القدس بتتبني زي عمرها ما اتبنت قبل كده، ومليانة ناس زي عمرها ما كانت قبل كده. ومهمتنا إننا نملأ ده بالجوهر، جوهر إعلان ملكوته على العالم، وده في إيدينا. ولما بنشوف النهاردة التعاون بين اليهود والمسيحيين حوالين العالم، وهنشوف كمان تعاون بين اليهود والمسلمين حوالين العالم، كل المؤمنين بإله واحد. لو شفناهم كلهم، لو قدرنا نتعاون مع بعض، نقدر نتعاون في المهمة دي كمان. مهم إعلان ملكوته في المكان اللي اختاره لعرشه، جبل قداسته صهيون. الحاخام يهودا جليك، شكراً جزيلاً لانضمامك لينا. شكرا جزيلا ليك يا ستيف. وانا اقدر اتمنى زي ما بنتمناه اليومين دول لكل اصدقائنا حوالين العالم ان الصداقة دي تبقى اقوى واقوى. والايام دي اللي بنحيي فيها ذكرى وبنحزن على تدمير الهيكل هتبقى ايام فرح واعادة بناء وتعاون مع بعض من اجل اسمه المقدس. آمين. شكراً ليك. شالوم. شكراً ليك.